السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده كبد وقوانص البط بطريقه حلوه قوي وسهله جدا، مش هتاخد معاكي غير دقايق معدوده. اول حاجه هنا معايا القوانص. اول حاجه انا ببدا ان انا اشيل الحته اللي من تحت دي، ملهاش اي لازمه، بتبقى زفره ومش حلوه قوي، فنشيلها ونتخلص منها. وبقسم القونصه نصين. تمام، حابه تسيبيها سليمه تمام، بس انا بحب اقسمها نصين عشان تستوي معايا كويس. والكبد بسيبها على بعضها، بطلع بس القلب، بشيل الحته اللي من تحت دي عند القلب، برضو ساعات كده بيبقى فيها دم كده مش حلو، فنتخلص منها. والكبده بسيبها على بعضها مش بقسمها. تمام، وحابه برضو تقسميها بتقسميها، بس انا احب الكبد على بعضها عشان ما تتهريش مني، والكبده تبقى سليمه زي ما هي كده. والقونصه بقطعها نصين، ودي بتخلص بقى من اي حتت ملهاش لازمه فيها. معايا هنا ميه تكون بتغلي على النار كويس قوي، وهنزل بيه الكبد والقوانص اديها صدمه، وهتخلص بقى من اي زفاره فيها واي لون غير مرغوب فيه. شايفين اول ما نزلت معايا لون الميه غير ازاي؟ هتنزل بقى اي حاجه وحشه فيها. الخطوه دي مهمه جدا. بسيبها في الميه المغليه لمده دقيقتين اتنين، وبطفي عليها النار على طول، وببدا ان انا اصفيها وبشطفها معايا على الحوض بميه فتره. تمام، بسيبها دقيقتين اتنين على في الميه السخنه، وبعد كده ببدأ ان انا بشيلها من المية السخنة وبطفي عليها النار، وبشطفها على الحوض وبسيبها بقى تتصفى. وبال بقى ما تتصفى كده، انا شطفتها وسبتها تتصفى. هنعمل بقى الايه؟ هنقطع الفلفل الالوان عقبال كده ما ايه تتصفى معايا. الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة، مش هتخلي اي ريحة زفارة في الكبد والقوانص بتاعة الفراخ، وهتخلصك من اي ريحة زفارة واي حاجة. معايا بقى هنا فلفل الوان، معايا فلفلايه صفرا وفلفلايه حمراء وفلفل اخضر رومي طبعا. تمام، هبدا اقطعه صوابع كده عشان يبقى نفس حجم الايه البط. معايا هنا فلفل حراق، انا ما كانش عندي فلفل اخضر حراق، لو عندك قطعي فلفلايه خضرا حراقه. وهنا معايا 3 بصلات، بصلايه حمراء وبصلتين ابيض، وممكن نستخدم بصل احمر او بصل ابيض زي ما احنا عايزين. انا طبعا ما كانش عندي الفلفل الاخضر، فاستخدمت فلفل انا بنشفه كده وبينفعني قوي لما ببقى عايزه حاجه معايا سبايسي، بينفعني ان انا اقطع فيه ايه فلفلايه. فبتنشفيه وتخليه عندك، بينفعك لو مش عندك فلفل اخضر. هنا بقى بدات بقى سخنت شويه زيت وشويه سمنه، سبتهم يسيحوا حلو قوي، وحطيت عليهم معلقه من الدهنه. وببدا بقى اول ما يسخنوا كويس قوي ببدا ادي صدمه للكبد، بديها صدمه مش بقلبها خالص، بس يبقى اول ما تبدا تاخد لون من تحت هبدا ان انا هقلبها زي ما انتم شايفين كده معايا. هديها تقليبه حلوه قوي لما تاخد لون من تحت، وهسيبها دقيقه تاني وهقلبها، وبعد كده هنبدا بقى ايه ننزل بالبصل والفلفل. لازم يبقى الزيت معايا سخن عشان لما الكبد تنزل تاخد معايا لون وصدمه على طول، وما تنزلش ميه ولا تنزل اي حاجه. معايا بقى هنا البصل، انا استسهلت بقى، عملت البصل فين؟ في الكبه، في عملتهم شرايح كده في الكبه، في السكينه. طبعا في سكينه بتبقى بتعمل شرايح كده، بتبقى خاصه بالكبه، بتطلع لك البصل شرايح زي ما انتوا، وممكن نقطعه. انا قطعته معاكم في كذا فيديو قبل كده ازاي بقطعه شرايح. طبعا انا كنت ايه عشان نختصر الوقت ان انا ايه قطعته في الكبه على طول، بقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده معايا. هبدا بقى انزل بيه البصل وهديله تقليبتين بحيث ان البصل يدبل معايا، وبعدين هنزل بيه الفلفل الرومي. انا هديله تتبيله كده والكبده سخنه، فهتلاقي البصل على طول دبل معايا. هنزل بقى معايا الفلفل الالوان اهو، فلفل احمر واخضر واصفر، هبدا هنزل بيه على الكبد، واقطع قرن اللي احنا ايه اللي انا الفلفل اللي انا منشفاه، بيديه كده طعم سبايس خفيف وحلو قوي. هندي تشويحه بقى للفلفل مع البصل مع الكبد، وهبدأ ان انا ايه هشوحه كده لحد لما الفلفل يبدأ يدبل معايا. في المرحلة دي بقى هنبدأ ننزل بيه التوابل. تمام، هبدأ بقى معلقة صغيرة من الملح،
وهحط معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. حطيت كده ورق لوري، ورقتين من الورق اللوري. حطيت معلقة كمون، حطيت معلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. تمام، ومعلقة صغيرة من الكاري. التوابل دي انا بعتمدها في اي لحمه، فراخ، كبد وقوانص، بتبقى حلوه قوي وطعمها روعه. وحطيت معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. هقلب بقى الكلام الجميل ده. هسيب لكم طبعا الوصفه كلها بالتوابل بتاعتها، هكتبها لكم في صندوق الوصف اللي حابب انه يشوفها. هبدأ بقى ان انا هقلب التوابل كويس قوي لمدة دقيقة، وبعدين هزود كوباية من المية. طبعا انا ببدأ بقى لما بحط الفلفل بخليه على نار متوسطة، ما بعليش النار قوي، بخليه على نار متوسطة. وهحط كوباية من المية عشان انا عايزة القوانص تستوي معايا شوية، ما تبقاش نية. فانا هحط لها كوباية من المية، فبتبقى بتدي سوا معايا للقوانص كويس قوي. هحط كوباية من المية وهغطيها. اهو حطيت كوباية من المية، هوطي بقى النار خالص على الكبد والقوانص. هبدأ اوطي النار معايا وهغطيها لمدة دقيقة. بعد دقيقة هقلبها، هي ما تاخدش معايا وقت خالص. بعد دقيقة هبدأ ان انا هقلبها. خلاص بقى هي خلاص كده استوت معايا وخلصت معايا. ايه الحاجة اللي انا بحطها في الاخر قبل ما بطفي عليها النار؟ بحط ربع كوباية من الخل، وبعصر عليها ليمونة. بس كده بقت الكبد والقوانص جاهزة معايا. خلاص هي اتشربت كوبايه الميه اهي، شربتها، والفلفل استوى معايا، والبصل استوى معايا، وكل حاجه بقت تمام معايا. هبدا بقى في المرحله دي هنزل بيه ربع كوبايه من الخل، وهحط عصير ليمونه او ليمونتين على حسب ما انت عايزه. ممكن احط عصير ليمونه واحده او ليمونتين، انا حطيت بس عصير ليمونه واحده. وهديها تقليبه كده، بس كده هقلب الخل مع الليمون وهطفي النار عليها، وخلاص هي كده بقت مستوت معايا وبقت جاهزه معايا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما ننساش نعمل لايك للفيديو، ونفعل وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا الفيديو. واول مره تشوفوا قناتي ما ننساش نشترك في القناه ونفعل الجرس بالكل عشان يوصل لكم كل فيديو باذن الله. كده خلاص بقت جاهزه معايا. بقى تعمليها بقى جنب شويه طحينه، شويه بطاطس محمره، شويه مكرونه بالصلصه. ممكن هي كده وحدها كفايه قوي، جنب شويه مخلل بقى خيار. انا حطيت جنبها بقى شويه طحينه وشويه مخلل خيار، كان طعمها عايزه اقول لكم في منتهى الروعه. هنا بقى هبدا ان انا هطلع الورق اللوري، خلاص ما بقوش لازمه معايا، بطلعه. وهبدا بقى ان انا هغرفها معايا في طبق تقديم. ويا رب يكون الوصفه عجبتكم، جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء، والسلام عليكم ورحمه الله.